مساء الخير عليكم اخواتاتي، وش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في الفيديو تاعي تاع نهار اليوم. نصلوا ونسلموا على سيدنا المصطفى ونبداو الفيديو مع بعض على بركه الله. كما راكم تشوفوا يا البنات راح نديروا كباب عاصمي اللي يعرفوه كامل الجزائريين. راح ندير معكم الكباب هدايا، راح نديروا باللحم. راهو العيد على الابواب ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. نبداو نديروا شويه فريغوسات تاع العيد. نبداو بالكباب ان شاء الله على بركه الله. واش نديروا؟ هنا عندي دي مغسول تاع اللحم كما راكم تشوفوا فيهم. نديرهم فوق النار. ندير مغرفه تاع السمن. راكم على بالكم الاطباق الجزائريه نديروا توجور المغرفه هذيك تاع السمن. مغرفه تاع السمن، شويه تاع الزيت، ونحطوا هذاك اللحم تاعنا فوق النار يتقلى شويه. بالنسبه للحم يا البنات الا كان فيه الشحمه بزاف نقصوا شويه من اليدام هكذا باش ما يجيكمش الكباب تاعكم ميدوم. على بالكم باللي راح نقلوا البطاطا، والبطاطا مقليه في الزيت على هذاك باش ما يجيش الطبق تاعكم ميدوم. من بعد يا البنات هنايا بعد اللي يتقلى هذاك اللحم تاعنا تخي بيان نديروا له هنا حبيبه تاع بصل تكون كبيره باش المرقه تاعنا تجينا ثقيله وما تجيناش خفيفه. ونخلوها تتقلى مليح مليح مع هذاك اللحم حتى تطلق كامل روحها. من بعد واش راح نديروا في الكباب تاعنا يا البنات؟ نديروا شويه ملح، شويه فلفل كحل، وشويه قرفه. هذا واش نديروا لي زيبيس ديالنا، ونزيدو نخلوهم يتقلاو مليح مليح مع اللحم ديالنا وهذيك البصله. ومن بعد يا البنات هنا نضيفوا الحميصه. بالنسبه للحميصه انا الحميصه ديالي ماشي طيبه، رميتها ديريكتومون مع اللحم. واللي كانت عنده الحميصه طيبه يقدر يخليها حتى كي يطيب اللحم تاعو ويديرها في الاخر. نزيدو نخلو هذيك الحميصه تقلى مليح مليح باش هي تاني ترفد شويه من هذيك البنه تاع لي زيبيس وتاع البصله وتاع اللحم. ومن بعد نروحو نمرقو اللحم تاعنا، نمرقوه كما يقولوا ناس زمان بالجهد، ما نمرقوش بزاف، نمرقو جهد الحال برك جوست باش نغطو هذاك اللحم تاعنا، ماشي باش المرقه تاعنا تجينا خفيفه. لازم نمرقو كما راكم تشوفوا يا البنات، ما نكثروش بزاف الماء. هكذايا اللحم طري يطيب في فيت. وسورتو انا راني درتو في لاكوكوط مينوت، يعني على بالي بلي حيطيب تمتم. على هذاك اللي ما تكثروش الماء بزاف باش المرقه تاعكم تجيكم ثقيله. ومن بعد نروحو نقلو لي فريت تاعكم كامل، تعرفوا تقلو لي فريت واش لي فريت تاع الكباب يا البنات يجوا شويه خشان، ما يجوش رقاق، ما يجوش رقاق بزاف. ومن بعد لهنا بعد اللي طاب لي هذاك اللحم نروح نحيه. وراكم تشوفوا المرقه ما كاش بزاف، كاين حاجه خفيفه برك. نلحو كامل هذاك اللحم باش نرمو البطاطا ديالنا. هنا بالنسبه للكباب يا البنات كاين الكباب اللي ما يديرولوش البيض كيما راهو هكذايا. ديري صفار حبه بيض، وديري عصره تاع قارص، شويه من تاع معدنوس، وشويه من هذاك المرق. تخلطيهم تخي بيان وترميهم فوق البطاطا ديالك باش تقلي هذيك المريقه وتجي المرقه تاعها بنينه. وبالنسبه ليا انا يا البنات توجور نزيد البيض في الكباب ديالي. نزيد له هكذايا 4 حبيبات 5 حبيبات على حسب الكميه تاع الكباب اللي يكون عندك، اذا كانت البطاطا بزاف واذا كانت قليله. ندير لها عصره تاع قارص، ندير لها هنايا كما راكم تشوفوا رشه تاع معدنوس، شويه تاع الملح باش ما يجيش البيض تاعي صامت، ونخلطهم كامل مع بعض. من بعد نروح نرمي هذيك البطاطا في المرقه كما راكم تشوفوا فيها، نسقمها مليح في هذيك المرقه، نخليها كامل تدخل في المرقه بيان. من بعد نروح نرمي هذاك البيض في الاخر بشويه تاع معدنوس على الشكل هدايا. نخلو هذاك البيض ديال البنات حتى يشد روحو، وفي الاخر يكون الكباب تاعنا طاب كما راكم تشوفوا فيه. الله يبارك عليه. وهنا في الاخير يا البنات بعد اللي طاب وشد روحو نوريه لكم كيفاش دجاجه من اروع ما يكون، رشه تاع معدنوس فقط هكذايا ويكون الكباب تاعك واجد. راكم تشوفوا يا البنات نقدموه توجور بالقارص باسكو على بالكم بلي البطاطا كما قلنا طابت في الزيت، واللحم تاني شويه ميدوم، يعني لازم نديروا ديك الرشه تاع القارص. وراكم تشوفوا ديك المريقه يا البنات، هنا نوريكم البطاطا قطعتها شويه خشينه والمريقه هذيك جات ثقيله الله الله عليها. نوري لكم تاني اللحم طاب الزبده كما راكم تشوفوا فيه، شاهدكم في الجنه ان شاء الله. وبهذا حبيبه قلبي كان هذا هو لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. وبهذا حبيبه قلبي ما بقى لي غير نقول لكم احبكم في الله.